واحد من اهم اساسيات التصميم وهو التكوين، الكومبوزيشن. بعد ما عرفنا العناصر والمبادئ وهم اهم حاجتين في التصميم، اول اهم حاجتين، ويجي في المرتبه الثالثه وهي التكوين. تعريف التكوين هو ترتيب وتنظيم العناصر داخل التصميم بتاعنا بحيث يوصل رساله معينه او شعور معين. كلام نظري بس هندخل في العمل دلوقتي، ولكن هو ترتيب العناصر بتاعتنا داخل التصميم، طريقه ترتيبنا ليها. وفي الاول لازم نفرق بين حاجتين اتنين. اول حاجه هي اللي اوت جريد والتكوين اللي هو الكومبوزيشن. اللي اوت جريد بيبقى عباره عن شكل شبكه كده واحنا بقى بنتحكم فيها براحتنا، ولكن ليها شويه قواعد واساسيات احنا لازم نمشي عليها. بيستخدم في المجلات، في اللي هو الجرايد، في الكتب، واي حاجه فيها كابشن كتير، فيها كلام كتير عشان نرتب الكلام مع الصور. انما الكومبوزيشن هو بيستخدم اكتر في الصور، في الافلام، في رسم اللوحات، او اي تصميم عموما لازم نستخدم فيه الكومبوزيشن. هو ازاي هنرتب العناصر، بيستخدم اكتر في الحاجه اللي فيها صور مش كلام كتير زي الجريد الاوت. فده الفرق ما بينهم. فالنهارده هنركز بس الفيديو ده هنركز بس على الكومبوزيشن، لانه هو مهم جدا 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 جدا. فيلا نبدا. في البدايه في حاجه لازم نتكلم عنها وهي اللي بيقوم عليها التصميم كله، وهي الفوكال بوينت. الفوكال بوينت ديت زي البطل بتاعنا، اللي هو البطل في التصميم. ايه اللي انا عامله عشانه التصميم؟ ده هو الفوكال بوينت، العنصر الاساسي بتاعنا في التصميم. الموضوع بتاعنا يكون عباره عن جمله، او عباره عن شخص، او عباره عن كوبايه، او عباره عن اي حاجه، ولكن هي الفوكال بوينت ده اللي احنا بقى ايه بنستخدمه في بقى بنعمل عشانه التكوين، ونفهم عشان العناصر والمبادئ والالوان وبلا بلا والكلام ده كله. ف آم، فدي اول حاجه نفهم في حاجه اسمها الفوكال بوينت. دي العنصر الاساسي بتاعنا واللي هنتكلم عنه في كل حاجه يعتبر. حاجه كمان عارفه ان في نظري كتير، ولكن هندخل وقت في العملي. هي ان احنا ممكن ندمج بين كل القواعد بتاعه التكوين، اللي هي سواء بقى ريل اوف سيرد او ليدنج لاين او كل حاجه هناخدها دلوقتي، ممكن ندمجها كلها في شكل واحد، في كومبوزيشن واحد. ممكن نستخدم كل حاجه، ممكن نكسر القاعده، ولكن كسر القاعده ده بيجي بعد ما احنا خلاص نكون عرفنا القاعده، اتقناها، وبعدين نبدا بقى نكسرها. ولكن واحنا بنتعلم ممنوع نكسر، ممنوع نفكر في خارج الصندوق واحنا بنتعلم. تمام تمام. فيلا بينا نبدا. اوكي. اول كومبوزيشن يا معانا اول كومبوزيشن معانا، شكل التكوين معانا هو سهل جدا، معروف جدا، الناس كتير بتستخدمه، وهو اسهل حاجه يعتبر. من غير تفكير بنلطع كده العنصر بتاعنا في جنب وخلاص على كده، وهو الريل اوف سيرد. الريل اوف سيرد الاول، دول اهم خمس قواعد للتكوين. اهم خمس قواعد للتكوين، في كتير اكتر من كده، ولكن ده الحاجه المهمه اللي في الاول لازم نعرفها، وبعد كده بقى ممكن انت بقى تتعمق في الحاجات الباقيه، ولكن دول اهم حاجه لازم تكون عارفهم. اول حاجه معانا الريل اوف سيرد، قاعده الاتلات او قاعده الاتلات، مش مهم، لكن هي معناها ببساطه بنجيب العنصر بتاعنا وبنحطه في جنب. يعني اصلا هتلاقوا الشبكه ديت عندنا دايما في التليفون واحنا بنصور، هو قدامي دلوقتي الشبكه ديت هي كده على شكل، بنحط العنصر بتاعنا هنا في اي جنب من الاربع زوايا دول. ممكن هنا، ممكن هنا، ممكن انزل تحت شويه، ولكن بنحط في الاربع عين. اول ما تبص بتبص هنا، فاحنا ببساطه بتروح حاطط العنصر بتاعك في زاويه من الزوايا ديت. لازم برضو نعرف حاجات عشان نكون فاهمه واضحه اكتر. هي الفكره منها هي ان العناصر المهمه في التصميم ما تحطهاش في النص بالظبط. يعني أنا دلوقتي في النص انا في النص الشبكه ديت، غرض القاعده ديت ان ما احطش العنصر الاساسي بتاعي في المنتصف، انما احطه في الجنب شويه. ليه بقى؟ قاعدة التكوين توازن بصري طبيعي، ويوجه عين المشاهد بشكل غير مباشر، لان احنا عيننا على طول بتروح للحته ديت، وان هي بتضيف جماليه واحترافيه لاي عمل فني. ازاي نكسر القاعده ديت؟ بص، قبل ما نبدا نكسر اي قاعده لازم نسال نفسنا سؤال واحد: لو حطيت العنصر بتاعي في عكس القاعده ديت، هل هو هيقوي الفكره بتاعت العنصر بتاعت التصميم، ولا مش هيكون لها لازمه ان احنا نكسرها؟ فديت الغرض منها بمعنى صح يعني.
فازاي نكسر القاعده وامتى نكسر القاعده؟ لما يكون في هدف بصري من كسر القاعده ديت. ونسال نفسنا سؤال في القاعده دي، مثلا لو حطيت العنصر في المنتصف في النص، هل هيقوي الفكره ولا هيضعفها؟ العكس بتاعت التعديل هو السيمتريك، هو التماثل. فهنا دي الفكره اهي. احنا حطينا هنا لو احنا عندنا عنصرين، عنصر بطل وعنصر ثانوي معاه يعني، فبنحطه في الاربع اتجاهات دول. فانا هنا حطيت مثلا الشخص ده هنا، والشخصيه اللي بعدها هنا. هنا العصفورة ديت حطيناها في زاوية مع الشجرة ديت هنا كده. وهنا مثلا بقى ورا جبال بقى، أي حاجة، سما، أي حاجة. فديت ببساطة تعرفها، ديت لقطة من مشهد في مسلسل، في فيلم. حط البطل بتاعنا أو العنصر الأساسي بتاعنا هنا في زاوية من الزوايا ديت، حتى هو أصلا هو اللي عامل الشبكة ديت. لو في بوسترات بقى وظفوها ازاي؟ ده العنصر الأساسي بتاعنا حطوه في جنب، وحطوا في الجنب التاني العنوان بتاعنا، النقطة التانية يعني. يعني أكيد انتوا فاهمين شو بقصد. دول داخلين في اللي أنا قلت لكم عليه، اللي أوت جريد. ولكن ده برضو بص، لما جينا حط العنصر بتاعنا هنا كده زاوية من الزوايا دي، حطاش في النص مثلا. مشهد تاني في فيلم، بص لو عملنا القاعدة بتاعتنا وده وده، لقينا حطينا العنصر ده هنا كده، والباقي ده كله ورا. فالعنصر الأساسي أول أصلا معانا هتيجي على طول على على الحتة دي على طول. ده بقى سواء في فيلم انيميشن او لوحة هنرسمها او عنصر تصميم اي حاجة. هنا حط اتنين على الحتتين دولت، هنا وهنا. دي بقى بيوضح ليك المسافة اللي انت عايز تسيبها ما بين العنصرين الاتنين. تصميم تاني، ده بالطول. طبعا اي قاعدة بتمشي بالطول او بالعرض عادي. اتمنى الامور تكون واضحة لان هي سهلة كتير بقى. تبقى ممكن بقى ايه بعد ما الفيديو ده يخلص تروحوا على بنترست او اي حاجه بتعملوها على تغذيه بصريه، تبداوا تطلعوا وتشوفوا انهي قاعده تبع لانهي قاعده، انهي صوره تبع لانهي قاعده، وهكذا. ده برضو حط العنصر بتاعنا هنا. هنا برضو الحاجات دي بجد بتدي ترتيب للمشهد بتاعنا. حطه هنا. بصوا بقى، في ده كسر القاعده، في ده كسر القاعده وخلاه في المنتصف. بصوا بقى، في حاجة مهمة عندنا هنا في القواعد ديت. مش عايزينه احنا بنرسم اي حاجة او بنعمل تصميم لاي حاجة ما نحطش، نفكر دايما وناخد بالنا ان دايما احنا عايزين الشخص اللي بيتفرج عينيه تروح وتيجي مع التصميم، ما نخرجش بره التصميم. بصوا هنا لما جه حطها هنا في الاخر، على طول خرج الناس بره التصميم. انما هنا لا، هي لسه العين جوه التصميم. فاحنا بنعمل اي حاجه الانسان خاصه ما يكونش وشه خارج التصميم، ما نعملش وشه هنا كده، ويكون هو اساسا يعني هيخرج بره كده التصميم. انما لا، نروح يا اما يكون في نفس المكان بس هنتجه بس وشه لجوه، او هيكون مثلا هنا، فيكون لسه الانسان يعرف يتحرك جوه التصميم. دي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. هنا برضو هو عامل لك شكل تاني من اشكال التكوين، ولكن احنا بس لو جبنا او بقول لك ان هو ازاي قسم البتاع. لو عملنا القاعدة ريل اوف سيرت هتلاقيه حاطه هنا كده برضو، هيها يعني. ودي نفس كل ده نفس الفكرة. ف ديت مثال بسيط ونقطة بسيطة هاخدوا منكم منها بحتة اتجاه العين او اتجاه الشخص داخل التصميم. اوكي. تاني قاعدة معانا وهي الليدنج لاين. ده كده دخلنا شوية نور في المشهد بتاعنا. اوكي. تاني شكل من اشكال الكومبوزيشن معانا وهي الليدنج لاين. الليدنج لاين خطوط التوجيه ببساطه، هي بنفس الشكل ده كده. ممكن نحط العنصر بتاعنا في مكان ونخلي كل حاجه حوالينا باصه للعنصر ده، بحيث انا كمان عينيا تبص للعنصر ده. لو انا حاطه اي حاجه يعني
اي عناصر تصميم حواليني بتكون بصالي، زي الامثله اللي احنا هنشوفها دلوقتي. هي خطوط الحقيقيه، طبعا احنا عارفين ان ناخد تعريف كل حاجه قبل ما نشرحها. هي الخطوط حقيقيه او ضمنيه في الصوره او التصميم، خطوطها بتسحب العين المشاهد، بتقوده بصريا لعنصر مهم، نقطه تركيز وعمق المشهد. كلام نظري هنفهم دلوقتي. بصوا هنا مثلا لو في عنصر معانا شخصيه، وهنا انا حطيته جوه فريم، ده اصلا قاعده تانية اسمها الفريمنج، ملناش دعوه بقى دلوقتي، بس دلوقتي هنركز على الليدنج لاين اللي هي خطوط التوجيه. انا مثلا هنا بعد ما حطيته في الفريم ده، كل حاجه بقى في يعني الحواف بتاعتها عامله اسهم على التصميم ده، على العنصر بتاعي الفوكال بوينت. الفوكال بوينت ده هو الفوكال بوينت بتاعنا، كل حاجة حوالينا بتعملها. لو مثلا هنا في شارع، فكل البيوت طبعا هتكون عاملة ليها أعمدة، أي حاجة. هنشوف تاني أشكال وقت متنوعة من الناس اللي إيه اللي عملت ده. طبعا دي باينة جدا هو عمل إيه، حط العنصر بتاعنا هنا واستخدم الشبكة إن هي دي صورة يعني بتاخد. ممكن بقى نفهم حاجات دي كلها في التصميم، هنشوف دلوقتي التصميم معمولة بنفس الشكل ده. ده برضو هنا برضو بص، لو قصص انا حطيت لو حطه في فريم كده، وبعد كده راح حاطط ايه، ان كل حاجه بتتجه لي، بتركز عليه. لو انا ده بقول لهم بصوا كده، يعني انا العين دايركت هتبص على البتاع ده، على العنصر ده. انا ما عادش عارفه اتكلم. هنا مثلا هنا العنصر بتاعي هنا اساسي، والعنصر الثانوي بتاعي معايا هنا. وعمل معاهم قاعده تانية، وهي عمل الاسهم بتاعتنا الليدنج اوف لاين ديت، ليدنج لاين ديت خطوط متوجهه لي بالاضاءه. مظبوط مظبوط. اشكال تانية، افكار تانية. هنا برضو ليدنج اوف لاين. ليدنج اوف لاين بحسها بجد داخله في كل حاجه حرفيا، راشقه نفسها في، قصدي الريل اوف سيرد راشقه نفسها في اي تصميم، متطفله قوي. وراح حاطط هنا ان كل القطر ده، ولا مش عارفه ده مكان ايه ده مكان يعني في اعمده، معبد ده ولا ايه ده مش عارف. ولكن ده المقصد بين التصميم ده، ان انا احط القاعده دي، ان انا احط العنصر بتاعي واكون في العناصر اللي حواليه. يعني بصوا هنا اعمل ايه بخطوط البيانو عادي جدا راح موجهه للعنصر بتاعي. الفيلم ده رائع، السول ده. بصوا هنا عمل ايه كل حاجه موجهه لفين، للكلمه. يعني انت اصلا هتبص هتلاقي عينيك دايركت كده بتمشي كده 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 لحد ما تروح للكلمه بتاعته. الموج، الشخص نفسه، والاسهم نفسها. ديت ببساطة شكل الليدنج لاين. الليدنج لاين ده مهم جدا برضو، من الحاجات اللي بتبقى كده رائعة في التصميم. عارفة ان في ناس كتير قوي بتطلب ان انا اشتغل تصميم معاكم، ولكن انا دلوقتي بشرح في التصميم في التكوينات والاساسيات والحاجات بتاعتهم، وبعد ما نخلص بقى ان شاء الله الكام جزئيه اللي هنتكلم عليهم في عناصر التصميم، هنشتغل مع بعض فيديو عملي، وهنبدا ندي مع بعض التصميم من اول لحد ما نوصل لنهايه التصميم. ولكن اكيد انا مش هعرف، فاهمين؟ لازم نشرح الاول على شويه امثله وشويه حاجات، وبعد كده هنصمم سوا. عشان مش هعرف اشرح واصمم في نفس الوقت، الموضوع مش يعني هيبقى ملخبط جدا، مش هقدر اعمل حاجه زي كده. فاحنا بنشرح نفهم، يكون فيديوهات كلها مخصصه للشرح، وبعد كده نبدا نصمم مع بعض. معانا في لتالت تكوين معانا في الكومبوزيشن، وهو الفريمنج. الفريمنج شرحه ببساطه هو ايه، ان انا بروح حاطه العنصر بتاعي في اي زاويه من الزوايا، ولكن انا بحطه في وسط فريم، وسط قالب. يعني انا مثلا لو عملت كده، فانا كده حاطه راسي وسط القالب بتاع ايدي كده. اي حاجه بقى يعني هنفهم دلوقتي. فالفريمنج تعريفه هو الطريقه اللي بنحوط بيها العنصر الاساسي داخل العمل الفني بعناصر تانية، كانك بتحط فيه برواز حواليه بالعناصر دي، سواء كان البرواز ده فعلي او متخيل. سواء انا كنت اساسا شايفه البرواز ده بعينيا، او انا حاطه العناصر بتاعتي دي اساسا في شكل في الاخر يديني شكل. هنفهم دلوقتي عشان ايه بقى نلفت الانتباه له، وبنعمل تركيز بصري. حاجات عملوها
اول حاجه صوره متاخده بعملوا هنا الفريم على شكل اضاءه، حط العنصر بتاعي في شكل اضاءه، فهنا عمل فريم. ده شكل اتنين، تحسوه ان هو ضوء متخيل وضمني في نفس وحقيقي في نفس الوقت. هنا بقى حقيقي فعلا، وهو هو صور المشهد من الشباك. عارفه شباك ايه ده؟ ما علينا. هنا بصوا في التصميم ده، في المشهد ده هو حط العناصر بتاعتي البشر اللي واقفه ديت على شكل هندسي، الشكل ده، ومخليك نفس الوقت مركز على دول، وان ده كله بيروح لده. في ناس باصه هنا وناس باصه لها هنا، خليك عينيك رايح جاي كده. بصوا ده بقى برضو متخيل، في نفس الوقت تحسوه شايفينه، ان احنا عملوا حط العنصر بتاعنا في الشكل ده. حط هنا الكابشن بتاعنا، الكلام بتاعنا في وسط ده، فعمل لك هنا فريم للكلمة بتاعتنا، العنوان بتاعنا. مين بقى؟ ليدنج لاين وفريمنج. حط الاثنين في التصميم واحد، زي ما قلت لكم، عشان كده بقول لكم احنا ممكن ندمج كم تصميم، كم تكوين في شكل تكوين واحد. هنا دي الليدنج لاين رايحة جاية، وفي نفس الوقت عامل فريم، وبالإضاءة برضو تاني عامل فريم. بتاع ده رائع بصراحة، المشهد ده رائع. بعد كده شفتوا ده؟ اهو ده بقى اللي اقصد بيه متخيل، ان احنا عاملين الفريمنج بتاعنا على شكل الانسان اللي واقف، البشر اللي واقفين عاملين شكل مثلث. حتى بصوا انا لسه في الوقت ده لما ده صوره حط عامل شكل مثلث. بصوا هنا بقى ده استخدم الفريمنج اهيت برضو تاني، والليدنج اوف لاين. ايه اللي بقول الليدنج لاين والليدنج لاين، كل الخطوط موجهه ليه وحاطين فريم. طبعا الإضاءة عاملة حاجات مهمة جدا هنا نفهمها في جزئية الإضاءة لوحدها. الأستاذ الشوجر ده، شوكر الشوكر ده عامل فريم هنا. أنا بعمل ايه؟ عمل فريم هنا بالبتاع ده، حطيت لك برضو الاسم في فريم لوحده كمان يعني. هنا بصوا حطيت البشر ده وسط فريم، باين لك قد ايه هو قوي. بص هنا بقى برضو حاطين ايه، عملوا العنصر بتاعي في فريم، ورجع من جوه حطه في فريم تاني. فده المقصود بالفريمنج. انا بحس ان الموضوع بسيط جدا، ده المقصود بالفريمنج. شفتوا مستخدمين كم تكوين في حاجه واحده، ممكن برضه نستفاد من الحاجات دي. اوكي، دلوقتي رابع شكل معانا من اشكال التكوين هو الدبس. الدبس برضه هي واحده من المبادئ وشرحناها في المبادئ، ولكن هشرحها تاني هنا بشكل مختلف شويه، باعمق يعني. فبرضه ليه مهمة نعرفها في الاتنين، في المبادئ وفي التكوينات، لأن هي مهمة جدا وبتخلق يعني عمق وحاجات رائعة. هي ببساطة الدبس ده هو معناه العمق. العمق إن احنا عندنا، بصوا، 3 طبقات يعني، بمعنى أصح احنا نعمل طبقة، احنا 3 طبقات. الطبقة الأولى اللي بتبقى في الوش بالظبط، والطبقة التانية اللي بتبقى وراها، والطبقة التالتة اللي بتبقى ورا خالص، ممكن يكمل في رابعة خالص وهي الخلفية. فاحنا بناخد بقى يعني ممكن تحققوها بكذا شكل. يعني مثلا انا هنا، لو انت اي حاجه قدامنا خلينا نوجهها للكاميرا. المج ده مثلا لو انا هنا، فبصوا هو واخد مساحه كبيره كده مثلا، وانا وراه، وورانا كمان الخلفيه اللي ورانا ده. طبعا لو كاميرات بقى وحاجات محترفه يعني هيبقى في بلور ورا. انما لو بعدنا شويه، ابقى انا وهو، او انا هقرب وانا هكون اول حاجه، وده مثلا ورايا وورايا وهكذا. فاحنا ما بيكونش الحاجه قدامنا السوليد كده، لازم يكون في عمق فيها. يعني كنت بوصل نفسي. المهم، طرق اضافه العمق في التصميم باستخدام
الظل والنور، او باستخدام المنظور. او المنظور يعني ان احنا زي ما قلت لكم ان احنا نعمل بعد وقرب بالمسافة. الضبابية، البلور بتاعنا، الحجم والتدرج نفس الفكرة، هم كلهم تقريبا يعني نفس الحاجة يعني، لكن حاجات لازم نقولها. الطبقات، اللير، والتباين. تمام. دي الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها، يعني لازم نحطنا في نصب عيننا كده اللي احنا عشان هنحقق بكذا هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، عشان فجأة ما نكونش واقفين ومش عارفين نعمل ايه يعني. فدي الحاجات هنستخدم الظل والنور والمنظور والضبابية والحجم والتدرج والطبقات والتباين. إضافة العمق. يا أسد. بصوا هنا تصميم بوستر اهوت. دي كده أول طبقة معانا، طبقة عامل فيها كونتراست قوي جدا عشان يكونوا مع أول حاجة، ونستخدم هو بيكون في أول طبقة. تاني طبقة معانا وهي الحاجات اللي ورا ديت، أعلام إشارات حاجات تدل عن هما مين هما يعني. وتالت حاجة معانا وهي الخلفية بتاعتنا ديت. يعتبروا بصوا معانا مثل ان هما بيبقوا الحاجات دي أشكالها هندسية. أول طبقة معانا، تاني طبقة وسط الجبال اللي ورا ديت، وبعد كده الجبال اللي ورا ديت، وبعد كده عندنا السماء. كل حاجة وليها التون بتاعها، ما ينفعش اللي ورا نفس التون اللي قدام، احنا كده مفيش بعد مفيش عمق مفيش دبس في الموضوع. مم. بصوا هنا بقى عشان الحاجات سوليد مفيهاش تباينات وحاجات. بصوا ده أول حاجة عامل انفوكس عليها هي، بص يعني بصوا ده أصلا بلور خالص. وهنا دي تاني حاجة، تاني طبقة اهيت، وتالت طبقة، رابع طبقة، وخامس طبقة. طبعا انتوا شايفين الموضوع واضح يعني. بصوا هنا اوريكم هنا بقى ايه استخدموه والقاعدة استخدموه. عشان كده بقول لكم انتوا ممكن تطلعوا الصورة بتاعتكم التصميم اللي عايزين تشوفوه وتبدأوا بقى تحللوه بالطريقة ديت. اول حاجة عاملين معانا ان احنا اول حاجة انا بصيت لما بصيت التصميم ده حسيت ان هو حاطط العنصر اللي بعيد ده، وفي نفس الوقت هو بعيد بس قلت انت بصيت عليه. اول حاجة هي الشخصية دي عاملها في فريم، وفي نفس الوقت عامل ليدنج لاين، خطوط توجيه. وبعد كده عمل الدبس ده اهو. هنا اول حاجه معانا عاملها بلون اغمق وبلور بحيث ان عينيا مش تلاحظوا، هتلاحظ اول حاجه دي عشان خاطر كمان عمل اضاءه يعني وضح الاضاءه اللي جايه عليها. وعامل الطبقات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، ولو جينا عملناه قسمناها هنلاقيه كمان مستخدم الاضاءه هنا جايه عليها بالظبط. ف حتى تقريبا نستخدم الليدنج لاين ديت اللي هو حاطط القاعدة العنصر بتاعنا في الزاوية ديت. آه، أشكال برضو موضحة هنا بص بالألوان وبالأبيض وأسود عشان يوضح لك التونات عاملة ازاي، بتبقى بالتدرج بتاعها عامل ازاي. ان احنا في الأول بيكون في كونتراست عالي جدا الألوان، وكل ما بنبعد كل ما الكونتراست ده بيخف والسيتروشن بتاعها كمان بيخف. ده بيوضح لك ازاي تعملها بالطرق البلور يعني. ده ممكن بص عشان هنا ده اول حاجه واللي وراه عمل بلور. اول حاجه ركزت عليها، لو انا عايزه اركز على تاني حاجه فعمل في اولاني بلور والتاني برضو بلور، وعمل في الصف مع انه اخر واحد اهوت، بس عشان اعمل لك هنا على دول بلور فانت ركزت عليها اول حاجه. وهكذا بقى. كترون ان يابط خلاص باقي اخر حاجه بس في التكوين، وهي لحظه واحده عشان مش قادره بصراحه. اخر حاجه معانا وهي الجولدن ريشيو. انتوا عارفين ان ليه النسبه الذهبيه ديت انا ما كنت بفهمها حرفيا يعني. يعني ممكن ما حدش شرحها بصراحه قدامي يعني عشان افهمها، لكن وانا بدور وكده حسيت ان انا فهمتها. عارفين مين فهمهاني اكتر؟ جي جي بي تي. اه والله قلت له بص اشرحها لي عشان انا حرفيا مش فاهمه. فشرحها لي وانا جايه اشرحها لكم دلوقتي عشان خاطر عارفه ان في ناس تانية برضو مش فاهمه تشتغل ازاي القاعده دي. طلعت بسيطه وتافهه وما هياش معقده.
زي ما كنت فاكره. فالجولدن ريشيو خامس قاعده معانا واخيرا عشان نخلص بقى. أوبس. ركزوا معايا، هنعمل مستطيل. المستطيل ده سواء كان بالطول او ايه او بالعرض، فاحنا هنعمله دلوقتي بالعرض. عندنا بقى طبعا عارفين المستطيل عندنا كده العرض بتاعنا ده اكبر من الطول، فعشان كده عملنا عندنا مستطيل. فلو ده 1.618، نكتب عدل بقى، اكتب عدل بقى، 1.618، وعندنا هنا دي واحد. عايزين نقسم المستطيل ده لمربعات، فهنروح مقسمينه مربع، فأصبح عندنا ديت واحد إلى واحد. مش طبعا ممكن يعني بالعين كده ما هيش نسبة مظبوطة، بس لو تخيلنا ان ده بقى خلاص مربع واحد إلى واحد، هنلاقي طلع تاني عندنا مستطيل، هنروح مقسمين المستطيل ده عشان يعمل لنا مربع. فأصبح عندنا هنا ده كمان بقى مربع واحد إلى واحد، مش هنيجي يمه. عندنا هنا مستطيل، بقى عندنا هنا مستطيل، هنروح مقسمين المستطيل ده واحد، بقى عندنا مربع مش هنيجي يمه. عندنا هيبقى ظاهر عندنا ان احنا كمان عندنا مستطيل كمان، فهنروح مقسمين المستطيل عشان يطلع لنا مربع. واحد إلى واحد، خلاص ده مش هنيجي يمه، هنروح مقسمينه واحد إلى واحد، مش هنيجي يمه، وهنروح مقسمين ده برضو، هنفضل بقى نقسم لحد ما ندخل جوه 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 جوه. فديت ببساطة يعني شرح للجولدن ريشيو. فهي دي الفكرة منها، ان احنا بيقول لك ان هو ده سحر النسبة الذهبية، انها بتكرر نفسها بشكل متناغم، عمالة بتكرر نفسها بتكرر نفسها بتكرر نفسها. هنفهمها دلوقتي برضو ازاي، بس ديت شرح ليه هي اسمها النسبة الذهبية يعني. تمام. برضو ده لو بالطول هيبقى نفس الفكرة. فاهمين؟ نفضل نقسم نقسم لحد ما يظهر لنا ده. فخلينا نشوف الاشكال اللي اتعملت بيها. بصوا خلينا الاول هنا كده، ده الشكل بتاعنا. استخدموا الجولدن ريشيو في اول حاجه ان احنا ممكن نخلي، عارفين اللي هي الحته اللي عامله ديت بتوجه العين على طول دايركت للحاجه ديت، فاستخدموا هنا العشب ده ان هو يوجهك على طول للبطل بتاعنا، الفوكال بوينت بتاعتنا. هي اصلا بتبقى شكل القواقع قوي يعني، الجولدن ريشيو دوت شكل القوقعة سبحان الله يعني. هي شبه قوي الريل اوف سيد. لو عملنا الخطوط بتاعتنا اهيت، هتلاقي برضو مجيب لك القوقعة دي في الحتة دي. ولكن الغرض منها اكتر كمان ان بيخليك ان انت بقى تخلي اللي حواليها يوجهوا العين بشكل مباشر او غير مباشر للعنصر بتاعنا. زي ما هنا عندنا عنصر محطوش بقى يعني اصلا لو عملنا زي ما قلنا اللي هي الرول اوف ثيرد، هنلاقي هو حطه في الزاوية بتاعتنا، ولكن عشان كمان العناصر اللي حواليه تخدم العنصر بتاعنا، يكون كده ايه واحد اللي هو بص على وسام اهوت، بص في الاخر لده. نفس الفكرة، نفس الفكرة هنا كمان. بصوا دي كمان بتستخدم في، يعني هنا كمان استخدم حتة الجريد لي اوت جريد. كمان حاجة مهمة جدا في النسبة الذهبية، استخدموها كتير قوي في اللوجو، ان احنا نعمل بيها لوجو، زي اللوجو بتاع تويتر القديم بتاعهم كانوا عاملوه بالنسبة الذهبية ديت. والحلو بالنسبة للذهبية ان انت ممكن بقى يعني تشكلها براحتك، يعني انت بتمسكها افهمها الاول، هي ايه ليه عملوها وكده، وبعد كده اتعمق فيها اكتر بقى. فاحنا دلوقتي بنفهمها الاول، لان بص ده انا بتحرك معاك ان انت، هي الفكرة منها ان عندنا حاجة بنقعد نجزأها. فدي ببساطة كل الحاجات اللي احنا مثلا ممكن تعمل عنصر نفسه اساسا بيجديك في الاخر ان انت تعمل الشكل نفسه بالجولدن ريشيو. بس دول اهم خمس قواعد التكوين بتاعتنا، اللي هي اشكال الكومبوزيشن بتاعتنا.
افهموهم بس الاول. اعملوا ليها عليهم تغذية بصرية، شوفوا هم ازاي يستخدموهم في الافلام، في الصور، في التحريك اللي هو الخلفيات كمان بتاعت التحريك والحاجات دي كلها، في الافلام الانيميشن، الكلام ده كله. وبرده في البوسترات بقى هنفهمها الكلام ده، اللي اوت جريد، لانها برضو من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. ودي كانت اساسا المادة لوحدها عندنا في الجامعة. يعني احنا ما درسناش الكومبوزيشن ده يعني ما اعتقدش في حد كانتش ماده عليها. هي كانت الماده بتاعتنا في اللي اوت جريد. كانت ماده فظيعه قوي. على فكره الحاجه سبحان الله احنا بناخدها في الاول بتبقى معقده جدا، ما انتوش فاهمينها. بتبقى تحسوا ان انت الموضوع غريب بالنسبه لكم، بس بعد ما بتاخدوها وبتطبقوا عليها وتغلطوا وتصحوا وكده بقى خلاص الموضوع بتفهموه. انا فاكره ان احنا اول ما خدنا اللي اوت جريد ديت حسيت ان هي مانيش فاهماها حرفيا. بس والغالب احنا كنا بنعمل كان تعديلات بقى كتير من الدكاترة وكده عشان تطلع حاجة ان هي حاجة كرييتيف يعني. فده طبيعي في الاول لو انتوا حاسين ان الموضوع، انا بحس بصراحة ان الفيديوهات بشرحها ببساطة قوي قوي فيبان الحاجات مش عارف. ولكن يعني ما علينا، المهم اتمنى بجد تكونوا فاهمين الحاجات دي كلها. بتبقى الناس المبتدئة، الناس طبعا اللي هي عارفة ومتعمقة في الموضوع قبل كده ودرسته خلاص، هيبقى بالنسبة لي الحاجات اللي بتكلم عليها حاجات تافهة جدا، بس الحاجات دي مهمة للناس اللي لسه بتشق الطريق بتاعتها يعني. بس انا تكون فهمتم طبقوا عليها، واستنوا برضو في الفيديو، في لسه في فيديو، وهنبدأ بقى فيديو ان احنا نصمم بوستر مع بعض او اي تصميم مع بعض. طبعا هستخدم بالرسم وانتوا بتستخدموا بأي حاجة، يعني هي اساليب، طرق، في الاخر بيودي لنفس الغرض، ستايل بمعنى صح. وبس كده، بتمنى تكونوا فهمتم، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.